سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كما كتشاهدوا البنات، عندي هنا واحد الدجاجه كنت غادي نغسلها، وقلت نشاركها هكا مع خواتاتي وصحاباتي. صراحه تبارك الله المغربيات راه كل واحد الطريقه ديالو البنات. كما كتشاهدوا هنايا جبت واحد شويه ديال الماء، ودرت فيه واحد 3 ولا 4 ديال المعالق ديال الفرينه، ودرت معلقه كبيره هكا ديال السكينجبير وواحد الحفنه ديال الملح. صافي البنات، غادي نبقى نقطع الدجاجه ديالي ونرقدها في داك الماء اللي فيه قلت لكم الملح والدقيق وسكينجبير. صراحه البنات كيجي هاد الدجاج خطير، يعني كيقلع له كاع ديك الزفوره البنات، وغادي تشوفوا معايا النتيجه. يعني الدجاج غادي تشوفوه بيض بيض كيقشع البنات، كيضوي. صراحه واحد النتيجه زوينه البنات. وإلا كان عندكم الرنج يمكن لكم ديروه، ما كانش عندكم الرنج المهم ديروا هاد الطريقه راه فيها الكفايه. انا ثاني من غادي نغسل الدجاجه ديالي عاد غادي نعصر عليها واحد الحامضه ونخليها بداك الحامض ديالها. من كتجي اختي طيبي ديك الدجاجه، داك الدجاج كيكون متشرب داك الحامض، كيجي فيه واحد المذاق البنات واعر واعر صدقوني. المهم هنا نقيتها معاكم. صافي غادي نخليها ترقد واحد نص ساعه هكا، شحال ما كان عندكم الوقت خليوها ترقد. وصراحه باش تقلع منه هذوك السباوات البنات وداك. المهم انا الدجاجه ديالي نقيتها، قلعت لها جلوده كاملين البنات. المهم غادي نخليها ترقد ونمشي نخدم. نزيد نكمل داكشي اللي باقي لي. غادي نغسل البنات هاد المعينات. عندي صراحه هاد الكويسات صافي، وهاد البراد غادي نغسلو. ايوا هادشي اللي كاين اخواتاتي. وعارفين الزفوره ديال الدجاج كتبقى دار الجافيل. هنا البنات اللي عنده هاد الشبكه راه ما كانش اللي ما عندوش. هنا البنات هاد الجلده ما عرفتش كيفاش نقول لكم، ولا فراشيه. المهم ب5 دراهم شريتها ودرتها هنايا. شي بعض المرات كنحطو طباصل صغيورين كيطيحوا لنا، كنحطو شي بعض المرات كتعملنا ديك بلاصه المعالق كنحطو كيطيح لنا. ولكن بهذه الطريقه البنات اللي شاركت معكم هاد الفراشيه ب5 دراهم ولا جلده، كل واحد كيفاش كيقول لها. صراحه عمليه البنات، ما كتطيح لكم حتى شي حاجه حتى حاجه. يمكن لكم تشريو زوج وتقطعوا وديروا في بلاصه المعالق حتى هي كيخرجوا منها المعالق وديروا هنايا. صراحه طريقه عمليه البنات وزوينه هذيك الطريقه. صافي ما تخافوا حتى شي حاجه تطيح لكم البنات. وصراحه هاد الشبكه الصراحه البنات نفعتني بزاف. يعني عندي البوطاجي صغير هكا، خلات لي ليسباس بزاف والله. يعني من علقتها هنا كنقول لكم هاد الهاشواره البنات صدقت لي زوينه بزاف. هنا ان شاء الله من غادي داك الصدر ديال الدجاجه البنات ما كياكلوهليش وليداتي. وكنطحنو هنايا، كندير داك الصدر ديال الدجاج كنقطع عليه واحد نص ديال البصله، واحد الفسيس ديال الثومه وقزبر ومعدنوس، وكنطحن وكندير التوابل البنات. كيجي ما كتشبعوش منه. هنا كنوريكم هاد العصاره ديال القهوه، صدقت لي البنات خطيره زوينه بزاف والله. شيتها بون اوكازيون. هذه شحال المهم شي 3 سنين وهي عندي تبارك الله ما شاء الله. يعني باقيه كدير داك يعني القهوه واعره وصدقت هي زوينه. المهم هذا هو البوطاجي ديالي. دايره هذيك فيها السكر تحت وسنيده واتاي. صافي حط هادشي قدامي اللي كنستعملهم يوميا. ايوا هادشي اللي كاين اخواتاتي. وهنا الدجاجه ديالي راه باقا كترقد، مازال ما غسلتها. دابا يعني تتكمل ديك نص ساعه بلا ما كملت. صافي البنات هنا بعد ما كملت ديك نص ساعه، نص ساعه وكثر. المهم عندي صراحه الحامض كان كونجيلي جبدته. صراحه ما يكون عندي هكا بزايد كنلوحو كونجيلي هكا، كنجبدها كتنطلق شويه كنقطعها فوق الدجاجه. كتجي ديك الدجاجه البنات طيبوه كتجي فيه ديك النسمه ديال الحامض، وكيجي ما مزفر ما والو، كيجي زوين البنات. راه كاين اللي كيشم انفا يجي ياكل ويشم في ريحه الدجاجه الزفوريه البنات راه ما كياكلوش. شتو البنات سباوات، راه دابا كنحيد له داكشي كنحك بيديا داك الحامض عفوا داك
سكنجبير والدقيق والملح هانتوما، وعاد غادي نشللها. هانتوما شوفوا كيفاش بيض البنات، والله العظيم الا بيض. والله البنات كنت عرضت واحد الناس هذه شحاله، واحد السيد كان كلا عندي الدجاج، قال لي تبارك الله عليك، قال لي انا يعني الدجاج هكا كي نجي ناكله ونشم فيه ريحه الزفوره، قال لي ما كنزيدش ناكله نهائيا. ولكن بهذه الطريقه قلت لكم البنات راه ما كتبقاش ريحه الزفوريه نهائيا نهائيا. داك السكنجبير كيعطي واحد المذاق زوين للدجاج، والفرينه راها تبارك الله كتخرج الدجاج كيشعل. ايوا هادشي اللي كاين اخواتاتي، طولت عليكم في الهضره. ايوا معكم باش كنفوج وكنهضر مع صحاباتي اللي كيبغيوني وخواتاتي. وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني. والله خواتاتي الا مشاو لي واحد جوج فيديوهات صراحه ما كنتش مونطياهم، كنت مصوراهم وعلى الاسف تفورماطا لي التليفون ومشى لي كلش اخواتاتي. هذاك الشيء علاش قلت اجي يا خواتاتي نصايب غادي نغسل هاد الدجاجه اجي ندير مع خواتاتي هاد الطريقه. هذا الشيء اللي كاين والله، يعني ضربت عليهم تماره وفي التالي تفورماطا لي التليفون. ايوا ما هاد الشيء اللي كاين ما كتابوش. هانتوما شوفوا الدجاج كيفاش كيشعل بيض بيض البنات، بيض بيض تاكلوه بعينيكم مغمضين. ايوا هادشي اللي كاين. تبارك الله المغربيات كلش راه حادق، وكل واحد وطريقته صراحه. كاين اللي حتى الرنجه البنات راه كيخرج الدجاج زوين، ولكن صراحه انا هذه هي الطريقه ديالي معتمده. الخل البنات ما كنبغيش نغسل به لان كيهري الدجاج وما كيدير حتى فائده. مي هاد الطريقه راها واعره، حتى كيتغسلوه عاد غادي تشوفوا نقطع عليه الحامض ونخليه به بالحامض ديالو كيتشرب داك الحامض، كيجي البنات واحد الدجاج ما تشبعوش منه. هنا كما كتشاهدوا هاد الحامضه قلت لكم جبتها كونجيلي، كانت عندكم ماشي كونجيلي ديروها. المهم انا كان عندي كونجيلي، غادي نقطعو فوق داك الدجاج ديالي. بصح الدجاجه البنات حتى تقطر مليح مليح صافي، وكنقطعو فوق داك الحامض وكندخلو فيه داك الحامض ونخليوه في الثلاجه ديالنا. كي نبغيو نطيبو كنهزو داك القياس اللي غادي نطيبو. بغيتو يعني ديروه في المجمد يعني كديروا داكشي على حساب الافراد ديالكم، كديروه في واحد البلاطو كتدخلوه الكونجيلي يعني المجمد حتى كيتلج البنات صافي. وكتوليو يعني كي كتدخلوه كونجيلي صافي كي كيتجمد كتجمعوه كامل، عوض باش ديروا شي 3 ديال الميكات ديروا ميكه وحده يعني ما كيتلاصق لكمش مع بعضو. وما ديال الطريقه ديالي. وشي بعض المرات كنخليها هكا البنات في البسيمه حيت ما اصلا في ساعه كتكمل لي انا الدجاجه. وهذه هي البنات الدجاجه ديالي صافي درت لها داك الحامض غادي ندخلها للثلاجه. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا البنات باللايك والتعليق والبارطاج مع الاهل والاصحاب. وشكرا لكم. وهذا الشيء اللي كان والله البنات الا درتو جوج فيديوهات واعرين البنات. واحد الفيديو نتاع العاصم تاع القرعه كان خطير ومشالي، ودرت معاكم واحد المسمنه على شكل بسطيله ومشات لي ولكن ما كتابوش. ايوا هذا الشيء اللي كاين اخواتاتي. وشكرا للناس اللي دخلوا جداد للقناه ديالي، شكرا لكم، شكرا للبارطاج، شكرا لكم على المشاركه ديالكم. شحال من واحد يعني كيخلي وقته ويدخل باش انه يكتب لك تعليق وكلش، يعني كنقول له شكرا لكم بزاف.